عزيزي المشاهد، في بداية الفيديو قبل ما نبدأ الحديث عن مباراة القمة وفوز النادي الأهلي النهارده، عاوزين نوجه رسالة شكر وإجلال وتقدير للاعبي نادي الزمالك، وبالتحديد خط الدفاع وخط الوسط والسيد جوزفالدو فيريرا، لأنهم كانوا سبب رئيسي في فوز النادي الأهلي النهارده، لأنهم كانوا سبب أساسي في إن خط هجوم النادي الأهلي يبان بالشكل اللي أنت شفته ده، وإنهم يكسبوا ثقة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيال كولر. يعني خسارة نادي الزمالك في مباراة القمة النهاردة ما هي إلا سلسلة متتالية من الإخفاقات المتكررة. للأسف الشديد نادي الزمالك بيعاني وبشدة من سوء مستوى فني. نادي الزمالك تقريبا على جميع الأصعدة، سواء كان الإدارة الفنية أو اللعيبة، مش موجودين، ما بيجوش الماتشات أصلا. يعني الموضوع مش مرتبط بماتش الأهلي أو بفوز الأهلي 3-0 على حساب نادي الزمالك في مباراة القمة، واللي قد يعني تكون دي الفينش بتاع الفريق اللي هيكسب البطوله، او ان نادي الزمالك تم استبعاده تماما من دايره المنافسه على لقب الدوري. نقدر نقول ان نادي الزمالك النهارده اقصى طموحه ان هو يحاول على قد ما يقدر. طبعا الدوري لسه ما زال في الملعب وكل شيء غير متوقع في كره القدم، ولكن بنسبه كبيره جدا 60-70% نادي الزمالك يحاول ان هو يحافظ على المركز للاسف الثاني. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ خليك صريح، احنا ناس لازم نتعامل بصراحة. انا واحد من الناس كنت اتمنى ان انا حتى لو هخسر اقدم مستوى محترم. انا قلت الكلام ده قبل كده في ماتش بيراميدز نصف نهائي كاس مصر لما خرجنا، قلت يا جماعة عايزين نغير ونقلب الصفحة ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. عمالين نقلب الصفحة بقالنا كده 4 ماتشات، 4 ماتشات، ما خسارة في تعادل في تعادل في خسارة، في النهارده ادي خسارة اهو. يعني انت عمال تقلب في صفحات وبرضه خسارات متتالية متكررة، ما انتش فاهم ايه المشكلة. مسكنا وقفنا على بعض الاسباب المؤديه الى الخساره، قلنا الاداره الفنيه الاداره بتصريحات يعني جت في وقت غير مناسب، وقلنا الاداره الفنيه بتشكيله غريبه الاطوار، قلنا اللاعبين في المرقعه والاستهتار. عقب تعالوا كده نحلل ونشوف الامور ماشيه ازاي. عندك في 3 اسباب رئيسيه هي ادت لخساره نادي الزمالك، وهي اسباب اساسيه في خساره نادي الزمالك حتى في الماتشات اللي فاتت. لان لو فاكر ان النادي الاهلي قوي وقدر ان هو يكسب نادي الزمالك بسبب قوته، فنادي الزمالك لعب 4 ماتشات قبل النادي الاهلي قبل مباراه القمه، وخسر في ماتشين وتعادل في لقاءين. فالموضوع مش قوه النادي الاهلي، لا تماما، الموضوع في ان نادي الزمالك هو اللي بيمر بمشكله سيئه جدا جدا ونتائج سلبيه للاسف الشديد لسه بتلاحقه لغايه النهارده. عندك السبب الاولاني من اسباب خساره نادي الزمالك هو جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. ما قدرتش غير عليا انا؟ هو انا بقيت الحيطه المايله؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت الحيطه المايله يا زمن؟ يا زمن، ده انا وحش الوحوش. جوزفالدو فيريرا ما تفهمش ايه الامور ماشيه معاه ازاي. يعني انت عندك على سبيل المثال، اولا مع كامل احترامي لكابتن جوزفالدو فيريرا، هو راجل محترم، راجل عالمي، مدير فني ذو عقليه غير طبيعيه فذه، بروفيسور فعلا بمعنى الكلمه، ولكن في بعض الانتكاسات اي انسان ممكن يمر بيها، ومن ضمن الانتكاسات اللي بيمر بيها جوزفالدو فيريرا ان هو النهارده عشوائي في التشكيله بتاعته، عشوائي في نظرته للملعب والرؤيه، عشوائي في التغييرات بتاعته. واضرب لك مثال، في الدقيقه 58 لما سحب حمزه المسلوسي ونزل عمر جابر، اولا في علامه استفهام على التغيير ده، لان حمزه المسلوسي في افضل حالاته الفنيه والبدنيه، وهو افضل 100 مليون مره من عمر جابر، ما ينفعش ينزل مكانه عمر جابر لاي سبب من الاسباب. ادي رقم واحد. رقم اتنين، لما سحب لاعب الوسط ونزل مدافع، برضه نفس النظام، علامه استفهام على التغييره دي. عندك يوسف اسامه نبيه، الوقت اللي نزل فيه يوسف اسامه نبيه انت استفدت منه ايه لما نزلته بعد ما الزمالك خسران 2-0؟ عندك سيف الدين الجزيري لما تسحب المهاجم الوحيد اللي موجود عندك في الملعب وتنزل مكانه شيكابالا. فانت عندك التغييرات نفسها بتاعت كابتن جوزفالدو فيريرا عليها علامه استفهام وما هيش مفهومه بالمره. يبقى انت عندك دي سبب من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي ادت لخساره نادي الزمالك المباراه. السبب الثاني بالنسبه لي، وده سبب مهم جدا، هو اللعيبه ما بتلعبش بروح، ما فيش رجوله في الملعب، اللعيبه ما فيش كوره، ما بيجوش اصلا، لعيبه نادي الزمالك ما بتجيش. مش فاهم نظريه سيادتك ايه، يعني عايز توصل لايه؟ مش فاهم يعني اصل بتسال اسئله بايخه يعني ملهاش اجوبه يعني.
انت بتتفرج على لعيبه، على سبيل المثال عندك امام عاشور لما الكره بتيجي تحت رجليه بيحاول يرقص واحد في الثاني فبتطول فبتبعد عنه الكوره، يبقى مفيش كنترول على الكوره من معظم لاعبي نادي الزمالك. بتتكلم على عمرو السيسي، عمرو السيسي دوت تقريبا رايح مع الفرقه جاي مع الفرقه، لكن ايه اللي بيقدمه جوه الملعب؟ مفيش. بتتكلم ان انت كان عندك لعيبه تقيله جدا انت ما جبتش حد يعوضها، بتتكلم عن ان انت كنت كسبان الموسم اللي فات والموسم اللي قبله من غير اي صفقات، وكنت عندك ايقاف، ما بتعرفش تشتري لعيبه اساسا، ايقاف قيد، وفي نفس الوقت كنت موجود وكنت احسن من كده 100 مره. طيب دي حاجه من ضمن الحاجات. عندك عبد الغني، ما انتش عارف بيعمل ايه عبد الغني. عبد الغني في الملعب ما هواش، ملوش اي دور بالظبط، يعني خط دفاع تعبان، خط وسط ملوش علاقه بالكره اساسا، خط هجوم غريب غريب. فانت عندك اللعيبه ما فيهاش روح، يعني ما فيش روح في الملعب. الفكره مش في ان انت مثلا تشكيله او تغيير او كلام من ده، كل دي حاجات بتسبب الخساره، ولكن في حاجه اسمها الروح. انا مش حاسس بوجود لعيبه الزمالك في الملعب في الخمس ماتشات اللي اتلعبوا لغايه دلوقتي، منهم ماتشات الدوري وماتش الكاس اللي احنا خرجنا منه من نصف نهائي الكاس قدام بيراميدز. طيب تعالى للسبب التالي، وده سبب رئيسي انا من وجهه نظري الشخصيه شايف ان هو دبح فيريرا، شايف ان هو ضحكوا على فيريرا بالصفقات اللي قالوا عليها. عندك السبب الرئيسي الاداره. اقسم بالله اجيبك ملبوس، وتعرف اجيبك ازاي؟ الاداره قالت لفيريرا احنا هنجيب لك 9 صفقات، من ضمن الصفقات اللي جت عندك جبت راس حربه زي سامسون اكينولا يكون بديل لسيف الدين الجزيري. سامسون اكينولا ما بيقدمش كوره اساسا، سامسون اكينولا مالوش علاقه بالكوره اساسا، يعني انت ممكن تجيبه لو هو مهاجم ثالث مفيش مشكله، هيبدا يكتسب خبره معاك، هتطلعه اعاره، دي حاجات مفروغ منها. لكن ان هو يجي علشان خاطر يشيل سيف الدين الجزيري مفيش الكلام ده. وسامسون اكينولا للاسف الشديد قدم يعني دخول سيء، وقدم يعني ملوش سي في بصراحه، يعني باختصار شديد. طيب تعالى كده على الصفقه الثانيه، ابراهيم نضاي وزكريا الوردي. فين ابراهيم نضاي وفين زكريا الوردي؟ ما هماش موجودين. زكريا الوردي انت مشيته، وابراهيم نضاي في المصحه بيتعالج نفسيا، ما انتش عارف بيتعالج بين ايه، واصلا لما هو عيان انت جبته لي ليه؟ يعني ما هو مريض انت جبته لنا ليه؟ ما كنت سبته مكانه يتعالج هناك. انت جايب هو انا هنا فاتح مصحه نفسيه؟ طب خلصنا من الاثنين دول. عندك مصطفى شلبي بيعمل ايه؟ عندك عمرو السيسي دوره ايه في الملعب؟ هو بيلبس شنطه رايح مع نادي الزمالك المباراه، وجاي مع نادي الزمالك، خلاص الموضوع انتهى والامر انتهى. عندك احمد مصطفى زيزو ثبته في الملعب، ملوش مكان ثابت في الملعب، بيتحرك في كل مكان. عندك اللعيبه مفيش كنترول، مفيش كيمستري ما بين اللعيبه، فللاسف الشديد انضحك على فيريرا بالصفقات. اللعيبه ما بتلعبش بروح. جوزفالدو فيريرا مصمم ان هو يفتي ويغير في التشكيله بشكل غير طبيعي وعنيد، مش عايز ان هو يغير ويتعلم من المباريات اللي كانت قبل كده. دي كانت اسباب رئيسيه من خساره نادي الزمالك الماتشات اللي فاتت وماتش القمه. ولو فضلوا واستمروا على كده انت النهارده بتتكلم على نتيجه سيئه جدا. فانت لو استمريت على هذا الشكل صدقني ما فيش حاجه اسمها مركز رابع حتى. والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي. الجماهير بتسامح في حاجات كتيره، لكن في حاجات معينه الجماهير عمرها ما هتسامح فيها. لما تكون بتلعب بعدم مسؤوليه، وبتلعب مفيش روح، مفيش رجوله في الملعب، بتلعب بلا مبالاه، اكيد مش هحبك ومش هحترمك ومش هساندك، لان انت بتتقاضى اجر مقابل كده علشان خاطر انا استمتع بلعبك، لكن ولا استمتع باللعب ولا اشوف اداء حتى كويس ولا في مكسب. طب انا اشجعك ليه؟